أعزائي المشاهدين والمتابعين، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الكرة مع العمدة. زي ما قلت لحضراتكم في الحلقة السابقة إن الجولة العشرين والجولة 21 هم أهم جولتين في مشوار النادي المصري في الدوري السنة دي، ولازم يكسبهم عشان يبعد نفسه بدري بدري عن صراع البقاء في الدوري. وبالفعل النادي المصري نجح في الجولة العشرين في الفوز على إنبي 2-1، على الرغم من إن النادي المصري بيلعب ناقص واحد من الدقيقة 38 بعد طرد مروان حمدي، إلا إننا لم نشعر بالنقص العددي ده. عارفين ليه يا جماعة؟ عشان زي ما قلنا في الحلقة السابقة في روح جديدة في النادي المصري، إصرار وعزيمة على تحقيق المكسب الغايب عننا من مباريات كتير. الروح دي هي اللي عوضت النقص العددي ده وخلتنا واحنا بنتفرج مش حاسين بالنقص ده إلا لما معلم المباراة بيجيب سيرته. لكن عشان نقول اللي لينا واللي علينا، احنا ضيعنا كذا فرصة مؤكدة في الشوط الثاني كان ممكن ندفع ثمنهم غالي قوي، لكن القائم وتألق حارسنا عصام ثروت خلونا والحمد لله ما نندمش على الفرص دي. ويا ريت اللعيبه تركز شويه في ال 18 اكتر من كده وتستغل كل فرصه، عشان في مباريات هتبقى متقفله والفرصه فيها هتبقى غاليه وعزيزه، لو ضاعت مش هتتكرر تاني. الف مبروك للنادي المصري وجماهيره العظيمه على هذا الفوز اللي رفع رصيد النسر الاخضر ل 25 نقطه، وبقينا في المركز التاسع بالتساوي مع اسوان صاحب المركز الثامن، وفرق نقطتين بس عن غزل المحله صاحب المركز السابع. المباراة الجاية للنادي المصري أمام طلائع الجيش يوم الاثنين 6 مارس في الجولة 21. طلائع الجيش عنده 17 نقطة وعايزين برضه نكسبه إن شاء الله عشان نتقدم أكتر في الجدول ونعوض كل اللي فاتنا. أعزائي المشاهدين والمتابعين، إلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات الكرة مع العمدة. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة. دمتم في رعاية الله.